يشوفوا النعم علينا في الحياة الدنيا وتنوض صباح انت وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، اعلم أنك في نعمة عظيمة من الله، لأن الله أعطاك يوم جديد، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. احنا كي نرقدوا في الليل يأخذ الله جميع الأرواح، في الصباح كاين الناس ما يرجع لهمش أرواح، كي يجوا ينوضوه ولاده يلقاوه ميت. هذا الإنسان ربي ما ردلوش الروح وانت حليت عينك فجأة فإذا بك تقوم. ونقول لك واحد الحاجة، زيد تقوم كذلك في نعمة. من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده حائزا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني يصبح الإنسان في نعيم من الله عز وجل. ما نضش وانت تجري باش تنقي الكلية تاعك، وما نضش باش انت يرفدوك ويدوك يغسلوك. نط وحدك ومشيت للحمام وعاود رجعت وحدك، رحت انت غسلت وتوضيت وحدك. كاين الناس من الفراش ما يتحركش، كي ينوض الصباح ما يتحركش، يستنى وقتاش يجوا ينقيو له ويستحي مسكين، وعورته تكشف امام بناته او امام اناس اخرين. نسال الله يديم علينا وعليكم الستر. هذا الناس ما عافاش الله عز وجل في هذه المساله، وانت عافاك الله مستور وحدك. تغسل انت لنفسك وانت تنظف نفسك بنفسك وتوكل روحك بروحك. والله عز وجل يسر لك دخول الطعام كما يسر لك خروج الفضلات، كل ذلك من نعم الله. والله ما نعمل عمل في الحياة نتاعنا يوميا إلا ونشعر بأن الله عز وجل هو ذو النعمة التي أنعمها علينا في تلك الأعمال.